بما انك وصلت للفيديو ده فانت بالتأكيد معاك اساسيات اللينكس اللي هي ازاي تنزل اي اداة وتستخدمها. طيب احنا بنتطور وعايزين نعمل ادواتنا بنفسنا او نعدل على ادوات تانية، فبكل تأكيد هنعمل كده بلغات البرمجة. انا محمد حسين، وفي الفيديو ده هنتكلم عن اشهر لغات البرمجة اللي هنستخدمها في تطوير نفسنا في مجال الايثيكال هاكينج. اول لغة برمجة معانا وهي لغة البايثون. دي اول لغة برمجة انصحك انك تتعلمها. لغة بايثون لغة سهلة وجميلة جدا جدا، وهي اللغة الاشهر لكتابة سكريبتات الادوات والتطبيقات وبرامج الاختراق. نسبة كبيرة جدا من المطورين ما يقدروش يستغنوا عنها، وانا اولهم. من اهم مميزات اللغة دي ان السنتكس بتاعها سهل جدا، ممكن لاي طفل عنده 6 سنين بس انه يتعلمها. ومن اهم استخداماتي ليها تطوير وتعديل ادوات وعمل استطلاعات على الشبكات المستهدفة. يعني من الاخر دي اللغة المناسبة ليك لو دي اول لغة برمجة تتعلمها، وكمان مش محتاج انك تكون محترف في الانجليش عشان تتعامل معاها. واشهر قناة على اليوتيوب بتدي كورسات في اللغة دي هي قناة كودزيلا. تاني لغة برمجة معانا وهي لغة السي. تاني افضل لغة برمجة مستخدمة في مجتمع الاختراق في مجتمع الايثيكال هاكينج، لانك لو جيت تشوف معظم انظمة التشغيل زي الويندوز ولينكس وتوزيعاتهم هتلاقي ان لغة السي مستخدمة فيهم كلهم. والاجمل في لغة السي انها بتقدر توصل لجميع الريسورس زي الذاكرة وزي عملات النظام. يعني ايه الكلام ده؟ اما نعمل اختبار اختراق على اي نظام تشغيل سواء اللينكس او الويندوز او حتى الاندرويد، لغة السي بتساعدنا اننا نوصل لملفات النظام بكل اريحية، وبتوفر علينا وقت ومجهود كبير جدا. والميزة الأحلى بقى لغة السي واللي بتساعدنا كإيثيكال هاكينج إنها مصدر كويس جدا من الهندسة الاجتماعية، وده لأنها بتساعدنا في فهم عمل التطبيقات والبرامج والأنظمة اللي انت هتعمل عليها اختبار اختراق فيما بعد. يعني بالبلدي كده بتدينا خريطة كاملة جوه النظام المستهدف. ثالث لغة معانا وهي لغة ال SQL. اللغة دي بتتعامل مع قواعد البيانات زي ماي SQL زي مايكروسوفت سيكوال، ولغات تانية كتير بتتعامل مع قواعد البيانات. بنستخدم لغة SQL عشان نخزن فيها بيانات الأنظمة وبيانات المواقع. البيانات دي اللي هي بتكون أسماء المستخدمين والبريد الإلكتروني والباسورد والكريدت كارد ومعلومات تانية كتير. احنا بقى بنستخدم الكلام ده ازاي؟ عندنا نوع من الاختراق اسمه حقل قواعد البيانات، اللي عن طريقه تقدر توصل للبيانات السرية بتاعت النظام المستهدف أو الموقع. يعني من الآخر لغة ال SQL هتساعدنا في حقن قواعد البيانات اللي عن طريقها بنقدر نوصل لبيانات أي موقع أو نظام. البيانات دي بتكون بتاعت المستخدمين، اليوزر نيم والباسورد والكريدت الأخ. رابع لغة معانا وهي الجافا سكريبت. بعد التحديثات والإصدارات اللي حصلت للغة دي أصبحت من لغة نصية إلى لغة بتستخدم في التطوير، ومبقاش في مجال حاليا إلا لو الجافا أو مكتباتها دخلت فيه. ودي حاجة كويسة جدا لأنها بتوسع لنا مجال كبير في اختبار الاختراق، ومجال أوسع لاستغلال نقاط الضعف اللي بتبقى موجودة في التطبيقات أو في البرامج أو في مواقع الويب. وكمان بتساعدنا أكتر في اختبارات اختراقات مواقع الويب، لأن مفيش موقع ويب دلوقتي مفيهوش جافا سكريبت، وهنا بيتم عمل اختبار الاختراق بمساعدة الجافا سكريبت. طبعا من اهم مميزات اللغة دي الاولى بناء الفيروسات. الميزة التانية اللغة دي بتسمح لنا نعمل اختبار الاختراق من جانب الخادم ومن جانب العميل، يعني مجال اكبر للاختراق. خامس لغة معانا وهي لغة الجافا، من اقدم لغات البرمجة الموجودة في الوقت الحالي، لكن ما زالت هي الاكثر شعبية واستخداما في عالم الايثيكال هاكينج بسبب دعمها الكامل لخوادم الويب زي الاباتشي وسبريم وغيرهم من الخوادم كتير. لكن الميزة الأجمل هنا إن مع نظام الأندرويد دلوقتي كود لغة جافا شغال على أكتر من 3 مليار تليفون محمول. يعني مفيش لغة برمجة هتساعدك أكتر من كده، وطبعا نقدر نستخدمها في حاجات تانية كتير مش كده بس. وهنا نكون خلصنا. هسيب لكم لينك قناة التليجرام تحت بننزل عليها فيديوهات أدوات اللينكس اللي اليوتيوب بيحذفها. لحد هنا نكون وصلنا للنهاية. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.